اهلا بيكم في ذا باشن بوينت. انا محمد تهامي ولسه معايا نهى زهره، بنتكلم على المديتيشن وازاي بناخده في دومين مختلف، دومين البيرنتنج، وازاي الام تستخدمه عشان تبقى اهدى في بيتها ومع اولادها. اللي ممكن يكون جرب المديتيشن اكسرسايز اللي قلنا عليه في الفيديو اللي فات هيحس بتاثير معين. انت بتديفايني التاثير ده في حاجه اسمها ان انت بتبقي مايندفول بيرنت وتركزي اون ذا ناو. كلمينا اكتر عن الكونسيبت ده. ان انت تبقى مايندفul، يعني مع ممارسه المديتيشن او لما تخلي مديتيشن كده daily practice بتعمله كل يوم for 2 or 3 minutes، بيخليك يطلق عليك اللقب ده او سوري الاكسبريشن ده اللي هو mindful parent او mindful mom. بمعنى ان دايما في الاغلب احنا لما بنتعرض لموقف بيستفزك بشكل او باخر بيبقى بتتعرض للاكشن وبتدي الرياكشن على طول. المايندفولنس او ان انت تبقى مايندفول، تبقي مايندفول مام، بيخليك يحصل الاكشن، فبيبقى فيه كده somehow فتره unconsciously انت بتركز في رد الفعل. اوكي. ومن هنا بتتصرف تصرف صحيح في الاغلب. اوكي، ما بتبقاش يعني الاكشن ورياكشن. بتستفز بسهوله، بتبقى ممكن نقول اركز، يعني اركز واهدى وبتبقى من غير ما تركز انت عندك حكمه في رد الفعل. وبيخرج تلقائي وبيديك وقتك، عقلك بيديك وقتك انك تطلع القرار الصحيح. هو ده ان انت تبقى مايندفول. ممكن تدينا مثال عملي كده مثلا، اللي هو ممكن ايه اللي يحصل فانا هديت شويه او المديتيشن ساعدني ان انا رد الفعل الطبيعي زمان كان كذا، بس النهارده انا رد فعلي كان كذا في الموقف الفلاني. مثلا انا هدي مثال ليا انا كأم. الاول مثلا لو ابني، ودي حصلت مع ادم، امتحان وحل فيه مثلا وحش، واحنا كنا متفقين وعارفين الفيلم العادي يعني بتاع كل بيت. فيجي انا حليت دي غلط وسبت دي وعملت دي والامتحان كان صعب وطويل. العادي والطبيعي ليا انا كأم في الاول ليه وما ركزتش ليه، واحنا دي مش مذاكرينها وقصه وفي امتحان بكره. اوكي. فهو الامتحانات بتبقى يوميا، ففي امتحان تاني يوم، فهو خلاص اوريدي بيبقى ديبرست من اللي حصل في الامتحان، وانا بزود الموضوع كأم، وبعدين ف مور اور ليس بيأثر على الامتحان بتاع تاني يوم. فكره المايندفولنس او ان انت تبقى مايندفول مام، او ابقى انا مايندفول مام او المديتيشن فرق معايا في ايه؟ خلاص انا مدركه حته الجزئيه دي. انا خدت الاكشن، انا حليت وحش اوكي في امتحان النهارده مع اني متوقعه انه يقفل. طيب فاين، خلص. انت عقلك مدرك وانت نفسك مدرك ان دي حاجه خلصت، وان انا مش محتاجه اخسر اللي فات واللي جاي. فانا محتاجه اركز على البريزنت مومنت. ايه البريزنت مومنت؟ اللي هو ساعتين 3 اللي هم بتوع بعد الظهر اللي هنذاكر فيهم الامتحان بكره. اوكي. ومحتاجه كمان مش انا، فانا دلوقتي انا مستعده كبارنت فهديت ابني. ده حصل فعلا. هو مش هادي لانه كان متوقع توقعات معينه في الامتحان وما حصلتش. فبعمل ايه؟ بنقل هدوئي ليه من خلال ان انا بعمل له مديتيشن، بنقل له فكره المديتيشن. هو بيخليه يعمل مديتيشن، بخليه يعمل مديتيشن، جايدد مديتيشن انا بعمله له. بيركز على ان هو يركز على البريزنت مومنت. اوكي. فبنعمل زي اورجنايزنج كده للافكار، اللي هو الحاجه اللي حصلت في الباست اللي هو الامتحان. فاين، خلاص تحاول بقدر الامكان تعمل ريليسنج لده، ركز على البريزنت مومنت وشوف ايه اللي انت متخوف منه ممكن يحصل في الفيوتشر، مثلا ليتس سي امتحان او وات ايفر. انت فاجئتينا مفاجاه كبيره جدا دلوقتي، ان مش بس الام هتعمل مديتيشن عشان تبقى رايقه، لا ده هتعمل كمان مديتيشن لابنها. وده بقى وده قصه تانية خالص. ده احنا لازم نتكلم فيه في الفيديو اللي جاي. بس انا جات لي خاطره كده عايزه كروس تشيك معاكي، ان الناس كتير بتحضر كورسات بيرنتنج وبتتعلم عن البيرنتنج والتربيه ولادي هتعامل معاهم ازاي. انت اولموست لقيتي حاجه الترناتيف كده، لو اتعلمتيها لوحدك يو اولموست ابلاي كل اللي بنتعلمه في كورسات البيرنتنج اوتوماتيكلي. ثانك يو. يس صح. بدل ما اعرف مليون تول اتعامل بيهم مع الولد لو بيعمل كذا ومع الولد بيعمل كذا وبيرنت بالطريقه دي، انت جاست ليرن مديتيشن. صحيح. وميبي كمان علمي ولادك المديتيشن بس خلاص كده، ويبقى احنا بنلعب كايند اوف ا جيم، كايند اوف فن. ده هيريزولف كل الايشوز اللي عمالين في البيرنتنج كلها بنتعلمها. وانا ليفنج اكزامبل، انا الام العصبيه، يعني انا كنت الام العصبيه المفتريه، فبعد المديتيشن بقيت هايله. That's very interesting. واحلى حاجه في الدنيا ان انا اتعلم حاجه تانية خالص تقوم عامله افكت على عملت حاجه في اتجاه تاني خالص. واو. وانعكست عليا
فيرست عليا انا، لان لو انا مش قادره اكون ان كنترول، لو انا مش قادره افيد نفسي ولا افيد ولادي ولا افيد زوجي ولا افيد حد اصلا. صحيح. فالمديتيشن كان ليه الفضل في ده بصراحه. واو. احنا لازم بقى نتكلم في الفيديو اللي جاي على اعمل مديتيشن لاولادي في البيت ازاي اهيئ انفايرمنت لو ابني هايبر اكتيف، ما بيقعدش، ما بيركزش، ما بينفلوش بقى ان هو قاعد واتامل واركز مع نفسي. ازاي اسيت انفايرمنت في البيت ان احنا نعمل مديتيشن، مش بس مع اولادي، ممكن كلنا كاسره، انا وجوزي واولادي ونقعد ونعمل مديتيشن مع بعض. ازاي ده ممكن نعمله؟ هنعرف ده في الفيديو اللي جاي مع نهى زهرة. استنونا.